أجوركم جميعا. تقول أسماء: لما خرج أمير المؤمنين من الدار أمرتني فاطمة بأن أحضر الماء لها لكي تغتسل، بعد أن أمرت أبناءها بزيارة قبر رسول الله. قال: فاغتسلت ولبست ثيابها الطاهرة. قالت أسماء: أنا داخلة إلى حجرتي أقرأ القرآن، فإذا انقطع صوتي كلميني، فإن أجبتك فهي الحياة، وإلا فاعلمي بأني لاحقة بحبيبي رسول الله. تقول أسماء: فدخلت فاطمة إلى حجرتها، وإذا بصوت فاطمة قد انقطع. دخلت عليها كلمتها فلم تجبني، حركتها وإذا بالزهراء ميتة. تقول أسماء بها الأثنى وإذا بالباب تطرى. فتحت الباب وإذا بهما الحسن والحسين دخلا إلى صحن الدار يناديان: أما فاطمة كلمينا. أرادوا أن يدخلوا عليها، حاولت منعهما لم أستطع. دخلوا على الزهراء، الحسن عند رأسها، الحسين عند قدميها. أسماء تقول: قد كسر خاطر الحسين يقبل أقدام الزهراء، لكن تعال شوف الحسن عند رأس الزهراء. يقولون رفع الغطاء عنها وإذا بها ميتة. قال: أخي أبا عبد الله، عظم الله لك الآن، لقد ماتت أمنا فاطمة. يا ويلي يا ويلي، ومن رفع عنها غطاها. يا ويلي ومن رفع عنها غطاها. الحسن ويلي وصدق ميتة. يا أبا لقاها تقتل يجيل مات الحجاه. خويا يا حسين ميتة من تراها، والمات من فرهداها. لكن تعال شوف الحسين يقبل أقدام الزهراء. يما تحاجيني أنا حسين، يما تحاجيني، يما ما كسر قلبك ونيني، من دينك ونزف دمع عيني. قال: ثم خرجا من البيت إلى مسجد رسول الله ويبكيان بكاء عاليا. وعندما سئلا نادوا بأعلى صوتهم: أوليس قد ماتت أمنا فاطمة؟ قال: ثم سمع أمير المؤمنين عليه السلام قام 3 مرات وقع على وجهه لهول المصيبة. جاء مسرعا إلى الدار ثم انشغل بتغسيلها، لكن لحظات وإذا بأمير المؤمنين يرجع يتكي على الجدار يبكي بكاء عاليا. أسماء وعمار يسألون علي بن أبي طالب: يا علي أمير المؤمنين تأمرونا بالصبر وتجزعون. قال: إن الصبر جميل لكن ليس على فاطمة. لماذا يا علي؟ قال: مرت يدي على ضلع من أضلاعها فوجدته مكسورا. ولع واحد يا علي وهل حالك شاغل
يا علي على الزهرة قلبك منفجر والدموع دموع اللي بتدمع يا علي وبكربلاء ومصطلع أضلوع ظلت يا علي تويلك ايدك المرت على ضلع المجهول المرت على علوم ولم الخيول يا مليش يا مغسل المظلوم نقول ما جبت لحسين من تغسيلك على ضلع الطاهرة باب الطبق او كم ضلع لحسين بالخيل انسحق او لو الباب الدار بالنار احترق يقصد الطف والخيم تحكي لك هذه دار امير المؤمنين مو حشا بن الزهراء هاي ليله عظيمه على زينب لكن اكو ليله اخرى عندما ترجع من الشام الى كربلاء الى نارها في المدينه النار خاليه من الحسين تعال شو زينب لما رجعت الى دار ابي عبد الله نقول ردي انا لهديك النار بس يا ردي انا لهديك النار بس يا ردي انا مكسورات مظلومات ما ادري ايش بينا ما بينا يا بطلعنا وناس ديرتنا عاد مفتحين عيون ومن ردينا نفس الناس كلها تباوع علينا يا بابا فاطمة لا طرقت بريبة ويد الهدى سدلت عليك حجاب اللهم إنا نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحاجة مقضية ومريض مشافى الإخوة الحاضرين والمؤسسين اللهم تقبل أعمالهم جميعا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك اقضي حوائجهم شافي مرضاهم ارحم أمواتهم اللهم احفظ علماءنا وارحم شهداءنا وانصر مجاهدينا اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه والساعين إليه في قضاء حوائجه لوجه الله وشرف النبي والأئمة الطيبين الطاهرين أموات الحاضرين والمؤسسين أجمعين إلى من مات على الولاية والإيمان بلغ اللهم ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة ثلاثا بأعلى أصواتكم على محمد وآل محمد